يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوما لأصحابه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: أما حياتك يا رسول الله عرفنا، فما في وفاتك؟ قال: أما حياتي فإن الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأما وفاتي فتعرض علي أعمالكم فأستغفر لكم. أي نبي أنت يا محمد؟ أي رسول أنت يا محمد؟ أي رحمة، أي شفقة، أي حنان، أي عطف أنت يا رسول الله؟ أنت يا رسول الله الرحمة المهداة، أنت يا رسول الله الذي قال في حقك الجليل عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أشفقت على أمتك يا رسول الله في حياتك، وكنت أمانا لها من العذاب، لأن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا رسول الله. وحتى بعد موتك لا زلت تشفق على أمتك وتغدق عليها حنانك وعطفك وكرمك، لا زلت يا رسول الله تشملنا بعطفك وشفقتك، لأنك بعد موتك تعرض عليك أعمالنا فتستغفر الله لنا. أي رحمة أنت يا رسول الله، وأي شفقة أنت، الذي لا زلت إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين تشفق على أمتك. فهنيئا لنا، لأن الله عز وجل اختارنا وشرفنا بأن نكون من الأمة المرحومة، أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم تعرض عليه أعمالنا، وكلنا نتمنى أن ندخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلنا نتمنى ألا نسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أردنا أن ندخل السرور والبهجة على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله فلنكثر من الأعمال الصالحة والحسنات، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا رأى أعمالنا الصالحة والحسنات استر كثيرا بذلك، وإذا والعياذ بالله رأى أعمالنا القبيحة والسيئات استاء رسول الله. حينها نحن نسيء إلى رسول الله عندما نذنب ونعمل الأعمال السيئة ونكثر من السيئات. فالله الله في رسول الله، الله الله في قلب رسول الله، لا نسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله بأعمالنا السيئة. كل حرف منك قرآن كريم، اسمك الهادي صراط مستقيم. فسلام عليك يا رحمة الله الواسعة، حين ولدت وحين استشهدت وحين تبعث حيا. وأسأل الله عز وجل بجاهك وبجاه أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلوات الله عليكم أجمعين أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يرزقني وجميع المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من يستمع إلي الآن، أن يرزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك، ببركة وفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. وأعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، مصاب استشهاد رسول الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله.